عن ياسمين الجميلة اللي شرفت مصر، الفتاة ياسمين اللي بيعتبروها أم كلثوم الجديدة، صوت من ذهب، صوت من ألماظ. الحقيقة أثرت في الملايين العرب والمصريين اللي استمعوا إليها. وبعدين فجأة أنا شفت بقى هجوم عليها شرس من واحد في قناة الجزيرة أنا بعتبره معوق، اللي هو زين العابدين توفيق. ده معوق، هو مذيع للأسف 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 مصري، لكن كل كلامه، هو شكله خلقته استغفر الله العظيم يعني عليها غضب الله، تحس انه نسخة من الشيطان، تحس انه مستنسخ من إبليس. قاعد يشتم طفلة عندها 16 سنة، بنت احنا برعم جميل طالع، تشتمها ليه يا ابني؟ تشتمها ليه يا عبد الله؟ بتشتمها ليه؟ وبعدين بيقول لك ده صوتها مصطنع. وانت فاهمك ايه يا جاهل انت في الاصوات؟ انت بتاع اردوغان، تمدح في اردوغان وفي الارداوي. زين العابدين ده كان بيطرقع صوابع الارداوي، ليه صور وهو قاعد تحت رجل الارداوي بيطرقع له صوابعه وبيعمل له مساج. وبعدين بالنسبه له الارداوي ده لما حد يهاجمه هو ياكل في صوابعه، يقرط في صوابعه، يجيله حاله كده، فانا بهاجمه عشان تجيله الحاله. يا رب يخلص صوابعه كلها ونخلص منه. فهو بيهاجم طفله. انا بحييها الحقيقه، احساسها عالي جدا، صوتها مبشر وواعد. وبرضه بقول للمطربه احلام يعني عيب انك تهاجميها، عيب. يعني انا بقول لاحلام اللي هي يعني 500 عمليه تجميل ان لم يكونوا اكتر. ليه؟ شايفين احلام دي كانت زمان حاجه كده كويسه، بعد ما دخلت عمليات التجميل عليها بقت حاجه مصطنعه كده كلها فيك. انا بالمناسبه مش سب وقذف، ده انا بتكلم في حقائق. يعني شوفوا صور احلام زمان وصورها دلوقتي، هتلاقوا 5000 عمليه تجميل على عمليات. فانت يا ياسمين ما تزعليش من احلام، لان انا عرفت ان هي عيطت بعد ما سمعت رايها. كل الاماراتيين وكل العرب وكل الخليجيين بالغيظه في احلام المطربه المصطنعه، واللي هي بتعمل حاجات غريبه كده انت ما تشوفش زيها الا في جنينه الحيوانات. كلهم بيحبوكي وانا بهني ياسمين. والحقيقه يعني انا عندي رسائل من ناس كتير جدا، واحنا حلينا بعض المشاكل. في عجاله كده بقول